السلام عليكم. غنشارك معكم واحد العجين زوين بزاف، اقتصادي وكتر من زوين. غنخرج منه جوج شكيلات. هاد الشكيل هذا على شكل وريضه كما كتشوفوا، والكريسات العاديين. بسم الله نبداو. نحتاجو في المقادير نص كاس ديال سنيده، ربع كاس ديال الزيت، معلقه ديال الزبده، الشكلاط، بيضه، خميره وزوج ديال الفانيات، نحتاجو دقيق، نحتاجو كاس ديال الحليب. ندوزو الطريقه. بسم الله. ناخدو اناء نضيفو فيه داك الكاس ديال الحليب، نضيفو عليهم جوج كيسان ديال الماء دافي مع ربع كاس ديال العنبه، نضيفو نص كاس ديال السنيده، ندير واحد المعلقه ديال الخميره. انا نسيتها في الاول مع المقادير ما ذكرتهاش. نضيفو كاس ونص ديال الدقيق. انا استعملت الدقيق الزوين ديال الخاص بالحلويات، كاس ونص. نخلطو شويه العناصر مع بعضياتهم غير شويه، نخلط يدوي. ندير واحد السلوفان ونخلوهم يرتاحوا واحد 10 دقائق ماكسيموم 10 دقائق حتى يختمروا. نرجعو لهاد الشكل، نكبوهم في واحد الاناء اللي يكون كبير، نضيفو الخميره، نضيفو عليهم الفاني، ونضيفو حبه ديال البيض. نضيفو غير البيض من الصفار، نحتفظو به للدهن. زوج ديال الكيسان ديال العنبه في الاول، نخلط تقريبا ما بين 5.5 حتى 6 الكيسان بالعبر ديال العنبه. العجينه كتبقى على هذا الشكل هذا، واخا كتبان لكم كتلصق باليدين، ولكن هذا هو القوام اللي خصها تبقى عليه العجينه. ما تزيدوش تقصحوها، هنا خصها تبقى. مازال غنضيفو ليها الزبده، ومازال غتزيد ترتاح وتشرب شويه، وما يبقاش يلصق، غيرجع واحد العجين زوين بزاف. صافي، ما كيحتاج لا دليك لا حتى شي حاجه. غسل يدين وليليه. صافي دابا غنغطيه كما كتشوفوا، ها هو مبقاش كيلتصق بحال في الاول. غنغطيه ونخليه يرتاح واحد شويه. من بعد ما ارتاح غندخل فيه واحد ديك المعلقه ديال الزبده، تكون طريه بحال ما هكا، ونبدا كندخلها في العجين. لاحظوا معايا العجين كيفاش ولا شحال زوين، ما ندلكوه ما حتى شي حاجه. دابا غادي نغطيوه ونخليوه يرتاح، وغادي ندوزو نذوبو الشكلاط اللي غنعمرو به الكريسات. غنضيفو واحد 3 معالق ديال الحليب بحال هكاك، ونضيفو عليه الشكلاط ونديروه على النار قليله، نخليوه يذوب، نوقفو حداه، ما نحيدوش من حداه ما يتحرقش لينا الشكلاط. ما كيتحرقش، ولكن غير ملاحظه. العجينه كيفاش ولات. هذا المول اللي غندير فيه داك الشكل ديال الوريضه. الشكلاط انا هنا استعملته داك الساعات، هو كان مازال خصو يرتاح واحد نص ساعه باش يشد راسو شويه. انا استعملته كان عندي الوقت مضيق، خدمت كلشي في ساعه. صافي كنستمر على هذه الطريقه، واخا الشكلاط مازال ما شد راسو ما لقيتش مشكل. غادي نستمر على هذه الطريقه، كنعمر ونحط. صبغت الشكل ديال الورده هو الاول. لاحظتوا العجينه كي شحال زوينه، نتوما شفتوا. صافي كنبقى كنحط في اللاطه ديالي كما كتشوفوا.
كنخليو شويه ديال ليسباس ما بين الحبه والحبه باش فاش يختمروا يلتصقوا مع بعضياتهم كيعطيونا واحد الشكل زوين بزاف. هنا دوزت لهادوك ديال الفرديين، الكريسات الفرديين. صافي هنا اختمروا، غندهنهم بداك الصفر اللي محتفظه به من قبل مع حليب، وندردر عليهم زنجلان ندخلهم يطيبوا. هذه هي النتيجه رائعه شكلا ومذاقا وكل شيء والله ما شاء الله، جات غزاله، نتمنى تعجبكم.